المياه البيضاء واحد من أكتر الأمراض الشائعة، بل إن عملية إزالة المياه البيضاء تقريبا أكتر عملية بتتعمل على كوكب الأرض. وزي ما حضراتكم عارفين المياه البيضاء يعني عتامة في عدسة العين. عدسة العين اللي هي موجودة هنا ورا الجزء الملون اللي هو القزحية. وعشان كنا نطلعها زمان المياه البيضاء دي، العدسة دي عشان كنا نطلعها كنا بنفتح فتحة كبيرة في القرنية اللي احنا كنا بنسميها المياه البيضاء بالجراحة، لحد ما جه دكتور عبقري أمريكي اسمه دكتور شارلز كيلمان، وكان في زيارة لدكتور السنان ولقى إن دكتور السنان بيفتت الجير بجهاز سونار. فجات له فكرة عبقرية، احنا ليه ما ندخلش جهاز سونار صغير من هنا لحد العدسة دي نفتتها، بدل ما بنضطر نفتح فتحة كبيرة عشان نطلع العدسة. ومن هنا نشأت عملية الفيكو أو عملية إزالة المياه البيضاء بالتفتيت، وهي دي التقنية اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. بعد كده بقى في أنواع عدسات كتيرة قوي متقدمة عشان تديني جودة نظر كويسة في عمليات المياه البيضاء. عملية المياه البيضاء لازم يكون معاها عملية لزرع العدسة عشان نعوض العدسة اللي احنا شفطناها مع المياه البيضاء. تقدروا تسألونا عن كل أنواع العدسات المتوافرة مع عمليات المياه البيضاء بالاتصال على الأرقام اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي.